الموسعة التي كشف عنها الناخب الوطني كريستيان غوركوف سهرة الأربعاء تحسبا لتربص الفاتح سبتمبر الذي يسبق مواجهتي إثيوبيا ومالي، لكن أبرزها توجيه الدعوة للمدافع الشاب لنادي ليون الفرنسي مهدي زفان. قصة زفان مع الخضر تعود إلى ما قبل مونديال البرازيل، بعدما كان رئيس الفاف محمد روروا قد اقترحه على الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش وتجربه قبل المونديال، لكن البوسني فضل تأجيل الموضوع من باب أن زفان يلعب لأول مرة مع محترفي نادي ليون وشارك الموسم المنقضي في 17 مباراة. لكن إصرار الرجل الأول في الاتحاد على تدعيم الخضر بخدمات زفان عجل بضم اسمه في القائمة الموسعة المعنية بسفرية أديس أبابا. زفان الذي نشر صور عبر حسابه الشخصي يحتفل بالراية الوطني عقب فوز الخضر أمام كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل، كان قد أعلن صراحة في مناسبات عديدة عن رغبته في اللعب لصالح المنتخب الوطني الجزائري.